كابتن شوبير منزل تويتة كاتب فيها تيك تاكا، وحاطط صورة ظل لشخص يحمل كأس أفريقيا وبيبوسه. هو تقريبا يعني مستضيف الشناوي، مش عارف بقى الحلقة بدأت ولا لأ، أنا لسه شايف التويتة دلوقتي. المهم، حسين الشحات والشيبي، يعني الحوار العبثي اللي بيدور في الكرة المصرية دلوقتي، وطالع ترند من الصبح، والموضوع مش عايز ينزل. يعني تحس ان هو انا طالع والله ما انا نازل. المهم، كابتن ابراهيم فايق بالصدفه برضه شفت له فيديو بيتكلم عن القضيه، فقفش بقى في اللوائح، وان اللوائح مش واقعيه ومش ادميه ومش عارف ايه وبتاع، وازاي نعاقب ده ب6 ماتشات، واللي شتم وعمل ماتشين. هي احنا، ما احنا بنهاتف ده من زمان، ان العقوبات مش رادعة في اللائحة بتاعة الاتحاد، مش احنا السبب. اللوائح في القايمة، في اللائحة، القوانين في اللائحة مش عادلة هنا او هنا، هي مش عادلة عموما على اي حد ايا كان في اي حتة. ومش وبس، مش بس مش عادلة، كمان بتطبق بالهوى. لان انا ممكن ادي العقوبة من الى شكرا بقى انا وهوايا، ما انا الحكم هنا، انا القاضي، فانا بشوف الانسب في المين الى دي وابتدي اطبق. فزي ما شفنا مثلا حوار قبل كده بتاع كهربا، وقبليه كان شيكابالا، وشفنا الفرق، مع ان تقريبا الاتنين نفس السيمترية، يعني نفس القصة هنا نفس القصة هنا، ومع ذلك العقاب كان مختلف، لانه عقاب هنا بقى كان على الهوا. انا عايز ادي ده كام ماتش، عايز ادي كام ماتش، بغض النظر بقى يعني اهلي ولا زمالك. فنفس القصة، نفس القصة في الشيبي وحسين الشحات. اوكي، انت حاطط لوائح غلط، عاقبة انه الراجل ده تعاقب ب20,000 وماتشين، رغم ان الاهلي نفسه عاقبه بنص مليون 500,000. ابراهيم فايق قال، ابراهيم عبد الجواد، سوري انا قلت ابراهيم فايق، ابراهيم عبد الجواد قال الكلام ده في اللقطة. حلو، انت عارف ان هو انه تعاقب خلاص، ان العقوبة بتاعت الاتحاد مش رادعة، وبالتالي هو تعاقب، فخلاص هو اتعاقب ثم اعتذر. ومن بدل مرة اكتر من مرة، يعني مرة مع الشيبي نفسه ومرة مش عارف فين في برنامج ايه، ومرة مع رامز تقريبا. فاللي هو خلاص بقى انت في ايه، ما هو غلط وتعاقب قانونيا من اللوائح اللي مش مظبوطة، وتعاقب من الاهلي اللي هو الفرقة بتاعته اصلا، يعني ده النادي بتاعه، طبق عليه قانون بناء على الغلط اللي غلطه في فرقة تانية، في حد فرقة تانية. فتعاقب من كل الجهات الممكنة، وتطبق عليه اللوائح الظالمة بقى، لما الظالمة تطبق عليه اللوائح خلاص، وكمان اعتذر. حلو، خلصت القصة؟ لا ما خلصتش. الشيبي او يعني بيراميدز، اسيوطي سابقا، قرر انه لا، اللي حصل ده مش هيعدي، واحنا هنعكها وهنطربقها، احنا كده كده النادي سبوبة، والسبوبة ما ظبطتش، فعادي بقى نطربقها على دماغ المصريين كلهم، ونلغي النشاط الرياضي في مصر، مش فارقة معانا. هناخد فلوسنا، هناخد نسحب استثماراتنا، وناخد الفلوس اللي احنا القرشين اللي فاضيين من باقي الاستثمار اللي احنا بندفعه ده، ونمشي. ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. ناس جايين من بره مصر بيلعبوا في الرياضة بشكل عبثي، وهيمشوا وشكرا، السلام عليكم. مين اللي هيتضرر؟ احنا، مش هم خدوا فلوسهم خلاص، هم كده كده كسبانين خسرانين، هم بيخسروا، مش هتفرق بقى شوية الخسارة اللي جايين دول، واتكلوا على الله بقى بالاستثمارات. فان انت بقى مش عارف تسيطر على الامر ده كاتحاد كورة، دي كارثة. الاهلي لو لجأ للفيفا ما تقدرش تلومه، لانه في لاعب عنده اتعاقب بعقاب، او اتطبق عليه، او ادين في محكمة بدنية في امر وقع داخل الملعب. يعني حتى مش هقولك في الممر بتاع الكوريدور بتوع غرف الملابس، لا، ده في الملعب نفسه، جوه الملعب. يعني مجرد المحاكم لسه في الملعب، اللعيبه لسه في الملعب، الاداريين داخل الملعب بتسلم على بعض او بتنهي القصه بتاعت الماتش بينتهي وخلص الماتش، انتهى وخلصت القصه، والحكم لسه موجود والمراقب موجود. يعني امر كروي بحت، مهما كان فيه من الاساءات اللي بنشوفها في 500 ماتش حوالين العالم كله، من اوروبا لافريقيا لاسيا لامريكتين، كل حاجه، لاوقيانوسيا، كل الدول بتحصل فيها، وكل القارات بيحصل فيها مشاكل جوه الملعب. طول ما الموضوع جوه الملعب ده طبيعي.
اللوائح عندك بتقول ان مش طبيعي انك تتحاكم او تحاكم او تخش محكمة مدنية، يعني تتحاكم ترجع لمحكمة مدنية في امر كروي او في امر داخل المستطيل الاخضر، مش بس كروي، ده هو داخل المستطيل يعني حرفيا، مش اللي هو اتنين لعيبة يتخانقوا فالموضوع رياضة وهم اتنين رياضيين والاتنين بيلعبوا في اندية ف الرياضة من الناحية دي، لا ده هو رياضة لان الموضوع حصل جوه الملعب. فهي المشكلة كلها في زي ما بيقولوا كده كيد نزع يعني في اللي بيحصل من نادي بيراميدز. لاننا شفنا اكتر من ده بيحصل في ماتشات تانية، لكن الله اعلم الدنيا تمشي على ايه. الموضوع في الاخر خد بروباجندا زيادة عن اللزوم جدا 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 بشكل غبي. الشيبي ليه تاريخ سيء جدا مع المشاكل في الملعب، اذا كان بقى في بلده ولا اذا كان بره بلده. الانديه اللي لعب لها مفيش نادي تقريبا اللي ما عملش فيه مشكله. حتى في لقطات ليه في ماتش الاهلي وبيراميدز اللي هو مش عارف كان هنا ولا كان في السعوديه عام، او ولا مش عارف كان في الامارات، اللي كان لعب في ماتش قاعد يناقش ويخبط في حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم. طب انت مالك؟ الناس دي بتتخانق ورا، يعني انت يا تتدخل تحوش يا تسكت خليك واقف اتفرج على الاحداث اللي بتحصل لحد ما تخلص وتفضل القصه. لا ده هو داخل من ورا اللي هو بدون اي سبب كده، ولا داخل في النقاش ولا بيتكلم، وداخل يخبط وخلاص. فهو لاعب مستفز. هل الشيبي بيراميدز جايبه عشان يناقش في اللعيبه في الدوري المصري وخلاص؟ يعني هو مش جايبه عشان يلعب، هو جايبه عشان يناقش. هو لاعب كويس بس انت جايبه عارف ان في مشاكل من وراه، مش تزودها الطين بله بقى ان انت تروح تسحبه وتقول له روح ارفع قضيه وارفع مش عارف ايه ويعملها جنحه ويعملها جنيه. اتحكم على حسين الشحات بسنة مع إيقاف التنفيذ و100,000 جنيه و5 سنين يعني ممنوع من النشاط الرياضي في الإداري بشكل أوضح. النشاط الإداري الرياضي ممنوع، أي نشاط، أي مزاولة أي نشاط إداري رياضي لمدة 5 سنين. دول مش مع إيقاف التنفيذ. مع إيقاف التنفيذ هو الحبس، إن هو المفروض محبوس كده مع إيقاف التنفيذ. إنما قرار ال5 سنين ممنوع من أي نشاط رياضي إداري رياضي ده لمدة 5 سنين. ده الحكم اللي اتاخد دلوقتي من جنح مدينة نصر. والحين ما يحصل جديد ونشوف الاتحاد المصري يعمل ايه، وهل هينهي الموقف او الصراع العبيط الهايف الغبي بأي شكل. فلنا لقاء آخر وعودة أخرى.